الجنسية الألمانية أسرار وأجوبة على 3 سنوات 4 سنوات. يا جماعة التقديم على الجنسية جهزوا حالكم. بكفي منكم دعاء. الله يبارك فيكم يا رب. اسمي علاء خلف، إعلامي يوتيوبر، مستشار هجرة ولجوء في ألمانيا في أوروبا، وفلوجر رحال في كل العالم. يا جماعة في بداية هذا الفيديو سمعونا الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا جماعة أنت هلأ جاهز وعندك 4 سنوات أو سنتين أو 3 سنوات. مكاتب التجنيس بدأت العمل في النظام الجديد اللي هو قانون الجنسية، اللي المفترض أنه يرى النور إن شاء الله في يعني بداية ربيع 2024 أو لحتى شهر 6 اللي هو بداية الصيف. ولكن بإذن الله بعد الاتفاقيات اللي صارت ضمن أحزاب المشكلين الحكومة ممكن يظهر، يعني ممكن أقرب من هيك، ولكن الحمد لله راح يعدي بالبرلمان، ولكن بيبقى مجلس المستشارين واللي هو إن شاء الله راح يعدي في أغلبية للحكومة الحالية. يا جماعة أنا عندي 4 سنين سنتين، طبعا راح نحكي على ال4 سنين. مثلا أنا 4 سنين أقدم على الجنسية، أخذ برايتون ترمين أو موعد استشارة. خذ موعد، شو عم تستنى؟ خد موعد، لانه بعدين ما حتلاقي يعني موعد، حيكتر الوقت. ليش ما تاخد موعد؟ طب انا ناقصني لسه شغلات شغل، ناقصني سنوات. قدم انت. هل تعلم يا صديق؟ طبعا انا عم قلكن، انا عم بعطيكم معلومات ما حدا في المانيا ممكن يعطيكم هيك معلومات. ممكن انكم تقدموا على الجنسية قبل 3 سنوات أو سنتين من وقت استكمالكم للشروط، اللي هي المدة اللي هي 5 سنوات أو 3 سنوات. يعني أنتم بحق لكم قبل 2 أو 3 سنوات. طبعا 2 هذا شيء أكيد. 3 سنوات ممكن إيه ممكن لا، ولكن 2 تقدموا على الجنسية. يا جماعة سي اينس بالقانون الجديد اللي هي رح يكون على 3 سنوات، طلاب الجامعة او سبيلدونج وهيك شغلات يكون عندهم يعني عندهم تحصيل علمي وشهادات عليا. هدول رح يمرقوا على 3 سنوات مندمجين جيدا في ألمانيا. الناس العاديين البي ايس وممكن يمرقوا على الاتس فاي ان شاء الله، يا رب ان شاء الله. يعني الناس حاولت ولم تستطع، ومثل ما حكينا بفيديوهات سابقة انه ممكن يعدوهم لانه حاولوا. طبعا 4 سنوات. هل اخذ موعد؟ خذ موعد. شو عم تستنى؟ عم تستناني؟ خذ موعد. هل أحتاج محامي؟ لا تحتاج محامي يا صديقي. أنت تستطيع أن تتصل بمكتب التجنيس وتأخذ موعد استشاري. شو اسمه؟ اسمه برايتون ترمين. بتحكي معهم أنا صار لي هيك، صار بألمانيا بدي أخذ موعد. ما عندهم أي مشكلة. لك 4 سنين، بقي لك سنة لل5، فيك تقدم. عندك 5 سنوات اوريدي ناو، فيك هلأ تروح تقدم وتجهز امورك. يا جماعة حلو انه يكون عندكم يعني مشتغلين 6 شهور سنة، روحوا قدموا هيك على القليلة، تقعدوا قدام الموظف وعندكم شوية اشهر السنة. يعني مو تروحوا اذا اضطريتوا روحوا، يعني على القليلة خدوا عقد عمل وروحوا. مشتغلين يوم واحد روحوا. فانتوا اللي عتساووه انكم حتقدموا، بحق لكم تقدموا قبل 2 و3 سنوات على الجنسية. موظف الجنسية شو رح يساوي؟ رح ياخد الاوراق تبعكم، اوراقكم كلها كاملة. طبعا الفيديو رح يطول ما بعرف. المهم يا جماعة رح ياخد اوراقكم، والاوراق الناقصة حيبعت لكم طلب انكم تجيبوها. لو انتم عندكم امتحان ما طلعت النتيجة، او انتم طلب منكم جواز ورح يجي، هذا كله ممكن تأمنوه بعدين. عندكم اوراق ناقصة، يعني فيكم تقدموا الطلب وتلحقوها فيما بعد. ما في اي مشكلة يا جماعة. مهم انكم تقدموا الطلب، لانه انا هاي الفيديو موجه للعرب وللسوريين تحديدا، انكم تقدموا. لانه الشعب السوري اكثر شعب انظلم، اكثر شعب
عاش الحرب، عاش التهجير، عاش الإغلاق، عدم الحرية. فإن شاء الله هذا الشيء يا جماعة، أنا بعرف شو يعني إنه الإنسان يطلع من هذا يعني هيك يختنق، بس بعدين ربنا كريم حيفرجها. قدموا، والأوراق اللي راح تنقصكم راح تقدموها بعدين. القانون طبعا الموظفين صاروا يتعاملوا مع القانون القادم، ولكن ما في تطبيق، ولكن متعاملين معه. اوكي، مثلا تروح تقدم طلب، انت عندك 4 سنين، خد موعد قد استشاري، جيب الأوراق جمعهم، روح قدم الطلب. بيحطوا طلبك طبعا على طرف لحتى يصير يكمل الشرط ال5 سنوات، وممكن يشتغلوا فيه قبل. عندك انت مثلا داخل بالبروبوت سايت، بتخلص البروبوت سايت تبعت لهم عقد العمل، بيمشوا يمشوا بالطلب تبعك. هذا كله بياخد وقت، ولكن انت عليكم انكم تشتغلوا من هلا، تبلشوا انكم تجمعوا اوراق عنكم، بيان ولاده غير مصدق من السفاره، روحوا صدقوا عنكم. مثلا اذا انتم عنكم بدكم تطلعوا جواز، طلعوه جددوه اذا بدكم، ولكن نصيحه يا جماعه، عنكم موعد تقديم الاوراق. مثلا لا تجددوا جوازكم. مثلا لو ما في وقت انه يرجع، لازم انتوا عن تقديم الاوراق تكمشوا الجواز حتى لو منتهي، والكوبيات يعني انتوا وتسلموه للموظف، والموظف يفحص الجواز ويقول لكم يعطيكم العافيه. اذا الموظف قال لكم جددوه جددوه، ما قال لكم جددوه، خلاص كان الله يحب المحسنين وخلصت القصه. المهم يا جماعه، اللي عليكم انكم ما تعملوا شغلات اكسترا، شغلات من عنكم. مهم تكونوا رايقين، وموعد لا تجددوا الجواز اذا كان موعدكم تسليم الاوراق ما بتقدروا، ما بتضمنوا انه يرجع الجواز يعني يتجدد، فمشكلة انتم حتروحوا. هلا مو مشكلة كبيرة، ممكن يعني انه تلحقوه فيما بعد، ولكن الافضل انه يكون الجواز جاهز. جهزوا اوراقكم، عقد العمل، عقد ايجار البيت، ورقة من صاحب العمل، شهاداتكم. شو في عنكم شهادات في المانيا اجمعوهم. مثلا انتم حاصلين ا 2 ا 1 بي 1 بي 2، كلهم معلش مو انه كنت تاخذوا خذوا كل الشهادات. الموظف طبعا اجيبوا شهادة الاندماج، انا عملت عليها فيديو. الموظف حيطلب منكم الموظف حيسألكم أسئلة هي عن الحياة في ألمانيا، أو من شيء من الكورس السياسي، مين رئيس ألمانيا، حقوق المرأة والرجل متساوية طبعا، انتوا بتعرفوا شلون تحكوا، والحرية التعبير طبعا انه موجودة في ألمانيا، وكل شيء. يعني انكم تكونوا جاهزين للأسئلة، أسئلة بسيطة وإن شاء الله بتعدوا. طبعا هذا الأسئلة هي ضمن القانون الجديد اللي الناس اللي تحت البي اينس، انه الموظف ياخذ ويعطي معهم، حتى الناس اللي عندهم مستويات فوق البي اينس بي 5 وفوقه. هذا الحكي حيكون للكل. هذا الشيء ضمن القانون الجديد، ولكن هلا عم يتنفذ على ارض الواقع. فجهزوا حالكم، الله يبارك فيكم. انا بس انه حبيت اني لكم انكم فيكم تقدموا على على الجنسية الألمانية حتى قبل بسنتين 3 سنين. إذا أنتوا أوراقكم جاهزة أو عم تجمعوهم فيكم تقدموا. والموعد الاستشارة، في أي شخص ياخد موعد استشارة حتى قبل ب5 سنوات، روحوا استشيروا، ما عندكم أي مشكلة. بيعطيكم العقد، بيعطيكم كل شيء، بقلكم أنتوا جيبوا هاي خلال 2-3 فيكم تقدموا. وهذا الشيء يعني منه جدا كارثي. وبس اسألوني أكثر، شاركوا هذا الفيديو، والدال على الخير كفاعله. تحية لكم، هذا علاء خلف يحييكم. إن شاء الله ما بكون إني نسيان أي شيء. إن شاء الله راح وافيكم بكل شيء جديد تقدروا إنكم تطلعوا
تطلعوا يعني تطلعوا من القانون اللجوء لأنكم تحصلوا على جنسية سريعة في ألمانيا. ولا تخافوا، إن شاء الله أي استشارة حتكون على الإنستغرام. أنا موجود في قناتي في اليوتيوب، فيسبوك، تيك توك. وإلى اللقاء. مع السلامة.